فاكرين صوص البيستو اللي عملناه؟ تعالوا النهارده نعمل فراخ بصوص البيستو. احلى طعم فراخ هتجربوها، وكمان هنعمل معاها بطاطس بيوريه. وصفة سهلة وسريعة، مش قادرة اقول لكم الفراخ طرية ازاي، وهتعجبكم جدا. اول حاجة هنعملها هنسلق البطاطس، بسلقها في مية وملح ومعاها فصوص توم. وبعد كده في البان هحط قطعة زبدة، وهبتدي اشوح الفراخ اللي انا تبلتها بملح وفلفل وبابريكا بس. ممكن نتبلها باي توابل انتوا بتحبوها. هشوحها لحد ما تاخد لون حلو كده، 3 دقايق على كل جنب. وبعد كده ما تاخد لون حلو هنطلعها. وكل طبعا المقادير هكتبها لكم بالتفصيل تحت الفيديو. بعد كده في نفس البان اللي احنا شوحنا فيها الطاووق، هضيف شوية زيت زيتون. وممكن نستخدم النهاردة طماطم مجففة، بس انا ما كانش عندي واستخدمت طماطم عادية وشلت منها البذر. قطعتها زي ما انتوا شايفين، وحطيت معلقتين كبار من صوص البيستو اللي عملناه. وبعد ما تقلب كويس مع بعض، ضفت كوباية من الشوربة أو المرقة، وكمان كوباية من الكريمة. استخدموا أي كريمة انتوا عايزينها. وقلبته تقليبة، وبعد كده رجعت الفراخ تكمل سوا مع الصوص بتاعنا. ريحتها خطيرة جدا. هغطي عليها واسيبها تكمل سوا. والبطاطس بعد ما اتسلقت هحط عليها معلقة من الزبدة ورشة ملح فلفل، وكمان هضيف لبن أو كريمة حوالي ربع كوباية، وهنهرسها كويس جدا وتتقدم. جربوها هتعجبكم قوي قوي.